كنت جيت من كام شهر بس قلت لك ان عمر مرموش لاعب مصري بيلعب في الدوري الالماني لو راح احسن فرقه او من احسن الفرق، بلاش نفخم فيهم قوي، يعني في الدوري الانجليزي او في العالم كله تقريبا، واصبحت الفرقه دي هي اللي عالة وهو اللي بينقذهم وهو اللي شايل الفرقه وهو احسن واحد والباقيين مش في مستواه اساسا، مليار في المية هتقول لي حاجتين. اول حاجه يا اما انا بطبل عشان هو لاعب مصري، تاني حاجه ان انا مش مشجع او بكره الفرقه دي فعشان كده بقول عليهم اي كلام وخلاص. لكن حرفيا يا جماعه الموضوع بقى فعلا مبالغ فيه قوي، يعني الفرقه دي ما بقتش شايفه قدامها اي حاجه خالص. المره الثانيه والثالثه والمليون لما طلعت وقلت ان جندوجان اللي راجع من برشلونه ده لا يفقه شيء عن كره القدم وان هو مش شطب تماما، انا ما اعرفش ازاي جوارديولا اساسا وافق ان هو يرجع. ناس كتير قالت لي هو ممكن يدي سنه سنتين كمان، واكيد جوارديولا شايف كده. انا مش فاهم ازاي يعني حاجه ممكن جماهير عاديين يشوفوها ومش انا لوحدي وجوارديولا ما يحسش الحاجه زي كده. برناردو سيلفا، سافينيو، روبن دياز، تقريبا الفرقه كلها مش شايفه حاجه. هي دي مانشستر سيتي بعد 1 2 بكل صياعه يخش يروح ملبس المدافع ضربه الجزاء ويخش هالاند يحطها في الهدف الاول والهدف الثاني بمجهود فردي بحت بشوطه عالميه من بره ال 18 اساسا، صنع الاول وسجل الثاني وبرضه يتعثر مانشستر سيتي. الفرقه دي يا اما هتقوم السنه الجايه بعد ما يغيروا تقريبا ثلاث ارباع الفرقه، يا اما مش هيقوم لها قومه تاني، لكن السنه دي بحت.